رسالة مهمة جدا محتاج ان انا اوجهها النهارده لكل مواطن شريف في مصر، لكل واحد بيخاف على بلده، بيخاف على وطنه، بيخاف على جيشه، بيخاف على شعبه. كل واحد فينا لازم ياخد باله ايه اللي حصل. عشان كده احنا بنتكلم في التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤيه والاهداف والحاجات ديت، احنا بنتكلم عليها في منطق ايه؟ من منطلق ان احنا تم انجاز العديد من النجاحات خلال السنوات الماضيه، ومصر اصبحت من الدول القويه، من الدول التي تمتلك الكثير في كل المجالات، وده اللي احنا هنقوله في المرحله الجايه ان شاء الله القادمه. بس انا محتاج اقول حاجه، محتاج اقول هل يجوز لينا ان احنا بعد ما ضحينا قعدنا 10 11 سنه بنضحي ومستنيين عشان بناء الدوله اللي احنا بنتكلم فيه الوقت ده، وعشان يبقى عندنا عملنا مشروعات قوميه وهنقول جدواها برضو كمان معانا النهارده، وعملنا مشروعات قوميه وعملنا هل يجوز ان احنا نفرط في هذه المكتسبات؟ هل يجوز لينا ان احنا نقول ان لا، ان اما حد يكلمنا كلمه ولا حد يكلمنا كلمه كده نصدقه ولا نضحي بكل اللي عملناه في السنين اللي فاتت؟ طبعا ده مش منطقي ولا مقبول. ما احنا اللي احنا عايزينه زي ما احنا بنقول كده، زي ما في جنود على الجبهه، زي ما في جنود على بيحموا الجبهه الخارجيه للدوله المصريه، لازم يبقى في جنود اللي هم جنود الوعي بقى، جنود الوعي اللي موجودين داخل الدوله المصريه. كل واحد في حضراتكم جندي في مكانه، كل واحد سفير في مكانه.